6 سنين عدّوا، الجو ساقع وبارد ولابس لبس شتوي أكتر من طبقة وسقعان، فترة كبيرة جدًا عدّت واتغيّرت الحقيقة، شخصيتي اتغيّرت وحياتي اتغيّرت وحتى العالم كُلّه اتغيّر وبقى في حاجات مختلفة جدًا في 2026 عن 2020 الحقيقة. بس لمّا أرجع أفتكر الفترة دي باحس بخنقة، يمكن لإن الفترة دي عدّت علينا بطريقة سيئة بشكل أو آخر، ولكن هي عدّت عليّا بسلام نوعًا ما وعلى جيلي أعتقد، أغلب جيلي يعني. بس ما أتمناش الحقيقة إنها ترجع تاني الحقيقة وأعيشها مرّة تانية، لإن أنا مش باحب الجُمل اللي هي يا ريت الأيام ترجع زي زمان والفترة دي ترجع ويا سلام فين 2020 ما كنا قاعدين في البيوت وهكذا يعني من الجُمل. لمّا أرجع أبُص على فيديوهاتي القديمة باحس إن في فرق كبير جدًا في شخصية عبد الرحمن، والعالم كُلّه اتغيّر في خلال السنين اللي عدّت. بس للأسف لسه في مشاكل في الحياة ولسه برضه في دوشة دايرة حوالين العالم على السوشيال ميديا إن ممكن في حرب عالمية تالتة تبدأ حوالين العالم. وعدى بقى الأيام من فيروس من محاور لنفس الفيروس ده والناس برضه خايفة وفي نوبة هلع في نوبة خوف إن هل الفترة دي هترجع تاني؟ هل 2020 هترجع تاني؟ بس الحمد لله المتخصصين بيأكدوا إن الفيروسات اللي ظهرت في آخر 6 سنين دي غير كورونا، مش زي كورونا أبدًا، والموضوع مسيطر عليه يعني الحمد لله. فالحمد لله عايشين والحياة مفتوحة والمطارات مفتوحة والدنيا اتفتحت أكتر ورجعنا نحس بالحياة مرة تانية. مش عارف الحقيقة هل أنا لسه واقف في نفس اللحظة دي ومحبوس جواها؟ وهل إجابة السؤال إن بعد 6 سنين الحياة هتكون أفضل في 2026 والّا لسه في علامات استفهام موجودة؟ وهل بعد 6 سنين جايين الحياة فعلًا هتكون أفضل في 2032؟